أعزائي مستمعي راديو هيفي اف ام، مرحبا بكم. أنا سيران أحمد، سأقدم لكم حلقة جديدة من دنيا تك. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، شركة يابانية تعرض أول هاتف قابل للغسل. أكدت شركة يابانية أنها توصلت إلى أول هاتف في العالم يمكن تنظيفه بالصابون والماء للتخلص من البكتيريا، وتتوفر في الأسواق أجهزة هاتف مقاومة للمياه، إلا أن شركة KDDA للاتصالات تؤكد أن هاتفها النقال الجديد الذي سيطرح في اليابان الأسبوع المقبل هو الوحيد الذي يمكن نقعه في المياه والصابون. وأوضح ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس بريس أن فريق التطوير غسل الجهاز أكثر من 700 مرة لاختبار مقاومته، وقد أرفقت الشركة إعلانا بشريط ترويجي يعرض مزايا جهازها هذا. وسيعرض الجهاز الذي طورته الشركة اليابانية كيوسيرا للبيع بسعر 21,600 ين، أي بما يعادل 160 يورو، وهو موجه خصوصا لأشخاص لديهم أطفال صغار، إلا أنه لا يمكن استخدام جميع أنواع الصابون لتنظيفه، إذ أن بعض المساحيق الراغية فقط تفي بالغرض. وأيضا في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، لمحبي تطبيق واتساب تحديث جديد يهمكم. حصل تطبيق التراسل الفوري واتساب لنظام التشغيل أندرويد على تحديث جديد، فأصبح يتيح للمستخدمين إضافة الرسائل المميزة التي تهمهم إلى تبويب خاص. ويحمل التحديث أيضا خيار إضافة نجمة إلى أي رسالة، سواء كانت رسالة نصية أو صورة أو مقطع فيديو، بغية تسهيل الرجوع إليها لاحقا. لا يزال الإصدار الجديد من تطبيق واتساب تجريبيا، ولم يصل بعد إلى متجر جوجل بلاي.